يعني القضيه الوطنيه على ضوء. هذا الموضوع بحد ذاته هو موضوع شائك جدا وفيه الكثير من، انا شخصيا يعني الحقب حقبت لواحد 7 ديال الحقب، هذه التاثيرات الجيوسياسيه في القضيه الوطنيه من البذور والنشاه اللي ما بين 1860 حتى 1934، وغنقول علاش هذه الارقام، ومن بعد الحقبه الثانيه 1934 حتى 1973، ومن 73 83، ومن 83 حتى 91، ومن 91 ل 2007، ومن 2007 حتى 2020، ثم ما نعيشه اليوم ابتداء من 2020 الى 2025، ولا زالت هذه التفاعلات مستمره. ولكن باش نتحدث هذا الشيء كله سيصعب جدا، ولن انا حاولت ندير ما مولفش نكتب، ولكن يعني نقرا المكتوب، ولكن حتى المكتوب اذا قريته غادي نتجاوز ربما حتى نصف ساعه، لذلك فتعذروني الى نقص من حقبه لحقبه، وربما في الاسئله نقدروا نرجعوا. كاين جوج مقاربات، واش نبدا من الاخر ولا نبدا من الوسط؟ ربما غادي نبدا هذا اللي قلت لكم على انه 1860 1934 في هذه الحقبه بذور النشاه ديال الملف. هنا بذرات اسبانيا هذه النزعه الانفصاليه بطريقه او باخرى. 1860 كانت نهايه معركه تطوان، وتوقيع اتفاقيه هزيمه الجيش المغربي امام الجيش الاسباني انذاك. كان كما وصف احد المؤرخين ان التقاء معركه وادي اسلي كانت كالتقاء آنية الحديد بآنية الطين، لأن احنا كنا آنذاك متخلفين في عسكريا. فهذا ما يهمنا في 1860، وهو أنه تمت الإشارة أو ضغط الإسباني بعد الهزيمة الجيش المغربي السماح لإسبانيا بإنشاء ما يعرف بالكونتوار كوميرسيال أو بلي كونتوار كوميرسيو، المنصات التجارية على السواحل المغربية في الصحراء جنوب واد النون. لماذا تطلب اسبانيا من المغرب انشاء هذه المنصات التجاريه اذا لم تكن تعترف بالسياده المغربيه على هذه المناطق؟ من 1860 غنقصوا ل 1884، والمكر الصدف ان في هذا اليوم بحال هذا اليوم 26 فبراير 1885 تم الانتهاء من مؤتمر برلين اللي بدا في نوفمبر 1884 بقى مستمر حتى فبراير، يعني تقريبا 4 شهور. في 26 فبراير كان هناك الحديث عن تقسيم القاره الافريقيه بصفه عامه وبالخصوص المغرب. في هذا المؤتمر سنشهد تكالب، احنا دائما في الجيوستراتيجيه، تكالب الدول الاوروبيه خاصه الكبرى، المانيا، بريطانيا، اسبانيا، فرنسا، على تقسيم المغرب. كلها كانت عندها الاطماع في السيطره على المغرب. هنا غندخلوا في الجيوستراتيجيه، كيفاش استطاعت فرنسا التخلص من منافسيها للاستفراد بالمغرب. طبعا المانيا باش تعرفوا كيفاش كانوا كيتعاملوا معنا بحال شي ماشي قطعه ديال الحلوى، شي حاجه ما اكثر. فرنسا تنازلت لالمانيا بعض المستعمرات، اجزاء من الكاميرون او جزء من الكاميرون، جزء من طوغو، وجزء من كونغو الحالي. في المقابل هذه اتفاقيه 1911 مع المانيا من اجل يعني تحييد المانيا من اطماعها في المغرب، لان المانيا نزلت بقوه. الامبراطور الالماني في حد ذاته غيوم الثاني نزل الى طنجه 1905 والتقى بمولاي عبد العزيز لدعم الاستقلال المغرب في مواجهه اطماع الاوروبيين. هذا فرنسا حيدت المانيا عن طريق هذا الاتفاق. بقات لها بريطانيا اتفاقيه 1911 نفس التاريخ مع او 1912 مع بريطانيا، تنازل متبادل. بريطانيا تتنازل لفرنسا عن المغرب يعني ولم تعد لها مطالب، في المقابل فرنسا تتنازل لبريطانيا عن مصر ولم تعد لها مطالب في مصر. بقات لها اسبانيا طبعا كان عندها بعض التواجد من 1884، علاش لذلك انا ربطتها باتفاق بمؤتمر برلين، فقط على السواحل، يعني بوجدور فيلا سيرنوس اللي هي الداخله حاليا، وفي طرفايه وفي بوجدور قلتها، يعني كان في بوجدور وطرفايه كانت عباره عن هذو لي فار للتجاره، وبالنسبه لطرفايه كان فيها تواجد ديالها وسيدي افني طبعا. للتخلص من اسبانيا، لان فرنسا انذاك احنا كنهضروا الان على 1904 قبل حتى ما تنازل المانيا، وهذا فرنسا كانت تشعر بالخطر، منافسه المانيا وبريطانيا، فكانت تريد تحييد اسبانيا عن القوتين الكبريين. طبعا المشاورات كانت مستمره.
اسبانيا حيدتها باتفاقيتين او بروتوكولين كان سريين 1902 و 1904. من بعد غيخرجوا الوثائق هذه الارشيفات تقسمت فيها هذه المناطق. طبعا فرنسا كانت مع اسبانيا تضرب عصفورين بحجر، تضرب اولا تحييد اسبانيا عن القوى المانيا وبريطانيا، وفي نفس الوقت يعني التفرغ، تريد فرنسا ان تتفرغ للصحراء الشرقيه، لان احنا في 1902 1904 عاد البدايه ديال استعمار الصحراء الشرقيه. الصحراء الشرقيه هي كل ما دون فيكيك حتى العين صالح، تقريبا حاليا 1.5 مليون كيلومتر مربع، يعني الضعف ديال المساحه ديال المغرب، الصحراء الشرقيه المغربيه المقتطعه. ففرنسا باش تحيد اسبانيا تنازلت لها عن السماره. بروتوكول 1904 و 1902 يعني اعترفت بوجودها في الساقيه الحمراء والذهب، وما كانت تسميه اسبانيا انذاك الصحراء الاسبانيه. ثم في 1912 تنازلت لها حتى عن السماره، وان كانت السماره ما غيدخلهاش الجيش، لن يدخلها الجيش الاسباني الا ابتداء من 1934. يعني هذه البذور النشأة، كان صراع وتقسيم للحلوى وتنازل هنا وهناك، والبروتوكولات 1902 1904 واتفاقية 1905 و 1912 كلها 1911 كلها تتحدث عن تقسيم تركة الإمبراطورية الشريفة في الأرشيفات، الإمبراطورية الشريفة التي تساوي المغرب، المملكة المغربية. هذا في النشأة. غادي نقفز من هذه المرحله، غادي نتجاوز مرحله 34 الى غايه 1973. نبدا من 73 ل 83. هذه المرحله هي مرحله ماشي النشأة وانما اشتداد العود ديال المشروع الانفصالي. حتى هو دائما نحن نغوص في القضايا الجيوسياسيه، لان من 73 حتى 83 اولا ستتدخل ليبيا القذافي، ثم سيتدخل جزائر بومدين. ليبيا القذافي طبعا الاهداف كانت مختلفه. قذافي كان في إطار مشروعه القومي التقدمي قلب الأنظمة، ما كان يسمى بالأنظمة الرجعية على أساس أنه مماس بارك الله أنظمة تقدمية، ولكن الآن بعد نصف قرن احنا اكتشفنا شكون هي ليبيا، شكون هو النظام ديال الأسد، المجازر، النظام القذافي، نظام بومدين إلى آخره. ثم بومدين في البداية كان مترددا، كان لا يدعم البوليساريو في البداية، ولكن انقشعت الفكرة الشيطانية في دماغه وعرف على أنه هذه هي الجوكر، أو هذه هي عصا سليمان التي سينهي بها أطماع المغرب بين مزدوجتين، أطماع المغرب بين مزدوجتين، استرداد الأراضي الصحراء الشرقية اللي كانت دائما سيف ديموكليس على الجزائر. الوثيقة اللي عندنا اللي وقعها فرحة عباس سنة 1961 اللي كيقول محمد الخامس رحمه الله على أنه ما تطالبوش بالحدود ديالكم، احنا أول ما سنقوم به بعد الاستقلال وهو مراجعة الحدود وإعادة الأراضي المقتطعة. وكان هذا من أخطر أو أكبر خطأ استراتيجي يرتكبه المغرب في تاريخه المعاصر. هذه سنة احنا في 1973 حتى 1974. طبعا بعد قبل ذلك ربما الأستاذ السلك المحجوب السلك سيؤكد ذلك إذا جاء في معرض حديثه، أن الفقيه البصري دائما احنا في الجيوسياسية، الفقيه البصري اللي هو التيار الثوري اللي كان باغي الجمهورية في المغرب هو من فتح الأبواب القذافي أمام المؤسسي الجبهة الانفصالية، جبهة البوليساريو، هو من عرفهم عن الوالي مصطفى السيد وعن القيادات البوليساريو، ثم هو الذي عرفهم أيضا على بومدين وفتح لهم أبواب قصر المرادية في إطار طبعا الفقيه البصري. نحطوا هذا الشيء في إطار السبعينيات. كان هناك مخطط لقلب النظام في المغرب في مارس بمناسبة عيد العرش، كانت نقطة الانطلاق هي عيد العرش 3 مارس 1973. سنة قبل ذلك كانت الاستعدادات سنة أو سنتين الثكنات العسكرية الجزائرية. بومدين كان يوقع في 72 في إفران اتفاقية الهدنة مع المغرب والصداقة، وفي يده الأخرى الخنجر المسموم، لأن عنده في الثكنات ديالو تدريب تيار ديال الفقيه البصري من أجل قلب النظام وإقامة الثورة في المغرب. هذا الإطار ديالو. في 73 جاءت هذا الانعطاف بعد نظهرات هذه المؤامره ديال 73. طبعا هذه المؤامره كانت مرتبطه بفتره الانقلابات والى اخره، لان هذا سيقودنا حتى ل 74 وتوقع اتفاق مدريد. ولماذا المغرب قبل التنازل على جزء من الصحراء الموريتانيه؟ لان هذه احدى النقاط اللي كيتشبتوا بها الان الناس اللي كيدافعوا عن المشروع الانفصالي، وكانت الارض الصحراء المغربيه لماذا تقاسمها مع موريتانيا؟ هذا غير فتح قوس، لان هذا موضوع بوحده مستقل، ممكن
نناقشوه بكل اريحيه. ولكن اذا وضعناه في الاطار ديالو اللي كنهضر عليه، على انه كانت هناك انقلابات 71 72 ديال الافقار الاول والثاني بالاضافه لانقلابات اخرى، كانت هناك محاوله لقلب النظام عن طريق التيار هذا الثوري او الثوره، ما يسمى اصبح الان يسمى في الادبيات السياسيه بالثوره الموؤوده، يعني حركه الفقيه البصري المدعومه من طرف الجزائر الى اخره. نحن الان في لعب جيوستراتيجي جيوسياسي على المستوى المنطقه المغاربيه. قبل ذلك كنا فقط مع الاوروبيين وتقليم وقص أجنحة الإمبراطورية الشريفة لتصبح مملكة صغيرة متحكم فيها. هذا نسيت وأنا أتحدث عن إسبانيا في تلك الفترة، على أن نحن ما زلنا نجر الفكر الأنتي أو الموروفوبي العدائي لكل ما هو مغربي، المورو لكل ما هو عدائي، لأن إيزابيلا الكاثوليكية كانت تركت وصية قبل وفاتها على أن الخطر كل الخطر سيأتيكم من المغرب، على اعتبار الخلفيه التاريخيه للاندلس وتواجد المغرب 8 قرون، ثم الجيش المرابط الذي اطال عمر التواجد الاسلامي 200 سنه داخل اوروبا. لكن هذه الوصيه طبعا سيكون بالتعسف ان نسقطها كلها، ولكن في الفكر الاسباني حينما بدا الاحتلال في الجنوب المغرب كان لمحاصره المغرب، لان دائما العدو المغربي يجب اضعافه مثل ما جاء في هذه الوصيه ديال ايزابيلا الكاثوليكيه، خاصه وان الان لا زال مشكل اسم التوبليليه، وانتم تلاحظون رغم الاعتراف ديكيزي يعني شويه مغطى ديال اسبانيا، ماشي صريح مباشر بحال فرنسا والولايات المتحده الامريكيه، ولكنه اعتراف على 3 خطوات ممكن نفصلوا فيه اذا بغيتوا، اعتراف واضح حتى هو، ولكن على خطوات وعلى استحياء. بقى هاد حاطينه حتى هو اون ستاند باي، لان كاين مشكل سبته وكاين مشكل مليله، وحنا كنعيشوا الان من الاعتراف الاسباني لحد الان كانت الحدود مغلقه، والابتزاز للمغرب سواء في تدبير المجال الجوي او بالنسبه للسبته ومليليا او بالنسبه للثروات الموجوده على ما يسمى الان بجبل تروبيك في الحدود ما بين جزر الكناري. هذا هو الهاجس الذي يؤرق اسبانيا. لذلك الكثيرون مروا يعني بسرعه او دون التركيز على ما دفع اسبانيا للاعتراف قبل حتى ذاك الازمه التي نشات مع المغرب، والضغط الذي مارسه المغرب بطرقه الاقتصاديه الى اخره، الضغط الذكي دون ما نخرجوا اللعيب كما يقال. ولكن ليس هذا فقط، كان يعني الجرس او الانذار كان حينما صادق المغرب في البرلمان على القانون ترسيم الحدود البحريه، لأن الحدود البحرية إذا رجعنا للقانون الدولي الاتفاقية الوحيدة التي يعني تنظم المجالات البحرية والحدود البحرية اتفاقية 1982، وهذه الاتفاقية تعطي الأولوية دائما للقارة على الجزر، وبالتالي يعني هذاك المجال ديال الخالص المنطقة الاقتصادية الخالصة كتمتد 200 ميل، والميل هو 1 كيلومتر فاصلة 6، يعني تقريبا كل جزر الكناري غتكون مغطاة بهذا القرار، وبالتالي غيبقى لهم واحد المجال ضيق جدا. فهذا كان هو الذي، لذلك إذا رجعتوا للبيان ديال رمضان 2022 او افريل 2022 لما جاء بيدرو سانشيز للمغرب تلا البيان ديال الاتفاق بعد ما فطر وكلا الحريره المغربيه في القصر الملكي، خرج كيقول البيان اذا لاحظتوا لان الامور الدقيقه خصكم تقراوها ما بين السطور. النقطه الاولى اللي تحدث عليها هو عدم اتخاذ مبادرات فرديه دون تنسيق ما بين الطرفين، إشارة لهذا الاتفاق لهذا ترسيم الحدود، لأنهم اتهموا المغرب، وإن كان آنذاك كان خرج جلالة الملك وقال على أنه هذا موقف سيادي، ولكن نحن منفتحون مع الجيران ومع إسبانيا من أجل يعني هذا إيجاد حلول. كنا في مرحلة 73 كانت هذه المرحلة الذهبية، البترودولار يعني القنوات المجاري البترودولار من ليبيا ومن الجزائر، طبعا فيها كانت فترة الاعترافات بجمهورية تندوف على المستوى الدولي، وصلوا تقريبا لشي 70 دوله في نهايه 83، وان كان غيوصلوا حتى 76، ولكن من بعد مثلا جنوب افريقيا راه حتى 2005. هذه الفتره الذهبيه من 83 حتى 91 هذا المنعطف والمنحدر ديال المشروع الانفصالي لاعتبارات حتى جيوسياسيه، كما ان الجيوسياسيه هي التي خلقت وبذرت البذره وراعتها بذرتها في 1884 و 1860 وراعتها في 1934. هذه البذره الان غادي يسقيوها في الفتره 73 1991 هي بدايه الافول على المستوى الجيوسياسي دائما. لماذا؟ لان في 83 وقعت احداث على المستوى الاقليمي وعلى المستوى العالمي ستقسم ظهر هذا المشروع. على المستوى الاقليمي 83 كانت عرفات تقريبا سنه اقل من سنه قبل ذلك الانتفاضه او الاحداث المسلحه التي قام بها تيار اسلامي في الجزائر
ربما الكثير ما كيعرفوا غير الاحداث ديال 88. هذا ديال 82 كان كيقودوا واحد الضابط عسكري ولكن اسلامي كان شق على الجيش اسمه طاهر بوعلي. هذا طاهر بوعلي طبعا قاوم ومده طويله تقريبا شي 6 شهور ديال العمل المسلح، وصلوا طلعوا للجبال. كانت عدد الضحايا شي 120 قتيل جزائري وازيد من 500 ولا 600 جريح، واعداد مضاعفه من الضحايا. هذه كانت البدايه ديال بدايه تفكك هذا النظام، لان راه منخور الان ولكن مازال على الواجهه، الناس ما حاسينش على انه منخور. جاءت الاحداث ديال 82 قبل منها في هذه الفتره نفسها، عفوا 83 حتى 86 انهيار الفتره الذهبيه لاسعار البترول. كان في 1980 البترول كيساوي $35 ديال ديك الوقيته، راه بحال كنهضروا على 60-70 دولار ديال الان. $35 طاحت حتى وصلت ل $10، وبالتالي الاقتصاد الجزائري انهار. هذاك القوه البتروليه اللي كانوا كيدعموا بها شراء الدمام، الاعترافات، المجهود العسكري الان هناك ما يتحدث عن $500 مليار، ربما رقم مبالغ فيه، ولكن المصاريف ديال الجزائر لا تقل عن $300 مليار. هذا ماشي مبالغات ولا مزايدات، لان ما كنحسبوش غير المجهود فقط على العمليات القتاليه في الصحراء. المجهود العسكري، شراء الاسلحه، الجزائر غير في هذه 20 سنه في المتوسط قبل ما يدخلوا الان من 2021 في ارقام فلكيه ديال 20 مليار و25 مليار، كان من قبل 2021 في المتوسط يعني مصاريف الجيش الجزائري $10 مليار. ممكن تقيسوا يعني داك الشيء وصل للربع ديال الميزانيه. اذا هذه المصاريف هذه ما بقاش الجزائر قادره عليها، وبدات التفكك. وكان عاد تظهر من بعد في 88 الانفجار الكبير ديال انتفاضه اكتوبر 1988 اللي على اثرها غادي ينهار نظام الحزب الوحيد ديال جبهه التحرير الجزائريه، وانهيار الجزائر الداخليه، وظهور تيارات اخرى وعلى راسها الجبهه الاسلاميه للانقاذ الفيس 1900. طبعا 1988 غيغيروا الدستور، التعدديه السياسيه والحزبيه والى اخره، ولكن الانتخابات غتكون في جوان 1990، وتبقى الجبهه كتسير البلديات ديك السنه ونصف الى غايه الانقلاب على الانتخابات البرلمانيه ديال يناير 1992. اذا هذه المرحله انهيار الحاضنه لما كتنهار، لان المشروع الانفصالي بدون الجزائر ما عندناش شراء دماء، ما عندناش اعترافات دوليه، ما عندناش انطلاقه الارض. لان الان الجزائر ما كتقول لك حنا غير ملاحظين. من اين تنطلق العمليات العسكريه؟ الارض التي تنطلق من منظور القانون الدولي، الدولة التي تسمح بانطلاق عمليات عسكرية من بلدك إلى بلد آخر، هذا يسمى أكت دو غير، هذا عمل حربي ضد الدولة، والقانون الدولي كيعطيك حق المتابعة. إذا الجزائر يعني إلى أخمص قدميها كانت غارقة في هذا الإشكال. ولكن بعد انهيار الفورة البترولية ما بين 83 86 انهار هذا الضغط، وجات 88 وانهيار النظام السياسي. طبعا هذا على المستوى الجزائري. على المستوى الليبي نفس الشيء، كان قام لظروف اخرى مرتبطه بعمليه لوكيربي والضغط الدولي على القذافي، والقذافي بدا كيطلب الوساطه ديال الحسن الثاني مع الولايات المتحده الامريكيه، هذه في 86. ولكن كانت البدايات من 83 التقرب ديال القذافي للحسن الثاني مع توقيع اتفاقيه ومعاهده الاتحاد العربي. اذا كان الله يخليك شي واحد يهبط، هذا عندي مشكله مع الشمس. الاتحاد العربي الافريقي. اذا الحسن الثاني استطاع ان يكسر محور الشر طرابلس الجزائر. غير هذه اللي هنا ما فيهاش صافي، معليش مش مشكله. استطاع ان يكسر محور الشر. احنا دائما في العلاقات الجيوستراتيجيه الجيوسياسيه مع الملف، كسر محور الشر بسحب انسحاب القذافي من تمويل البوليزاريو، وانسحاب القذافي من معسكر الجزائر، وبقيت الجزائر وحيده في الثمانينيات مع الانهيار الاقتصادي واعاده الهيكله واعاده هذا الجدول ديال المديونيه الى اخره. هذا على المستوى الاقليمي. على المستوى الدولي نسينا نقطه مهمه، هضرنا على اكتوبر 88 في الجزائر، ونوفمبر 88 في تندوف، اكبر انتفاضه غتعرفها المخيمات، انتفاضه ضد الجبهه الانفصاليه. وهنا غيوقع الشرخ والانهيار والزلزال الحقيقي داخل الجبهه اللي ما غتقومش قائما بعدها، لانها لحد الان ما عمره وقع اصطدام ما بين القياده البوليزاريه وما بين الساكنه وما بين المخيمات او داخل القياده نفسها. في نوفمبر 88 يعني تجوزت الخطوط الحمراء، نزلت الجزائر بالجيش ديالها والدرك الحربي بالقمع، بالاضافه معززه بالميليشيات ديال البوليزاريو ضد المنتفضين في الانتفاضه نوفمبر 1988. هذا كان يعني 5 دقائق مع احتساب 10 دقائق مع احتساب. اذا غادي مهمه هذه الفتره، هذه مهمه جدا. ولكن هذا على المستوى الاقليمي. على المستوى الدولي ما نساوش اسباب النزول كلها.
انه الحاضنه فعلا ديال المشروع كانت الجزائر، ولكن الجزائر كانت تشتغل مسخنه كتافها بمن؟ بالمعسكر الشرقي، المعسكر الشيوعي. الزلزال الذي ضرب العالم، انهيار جدار برلين في 1988، ومن بعدها انهيار الاتحاد السوفيتي. اذا الجزائر اصبحت عاريه الظهر داخليا، اقتصاديا، سياسيا. انهيار الجبهه النظام الحزب الوحيد، الجبهه الانفصاليه، انقسامات، تظاهرات ضد الشعب. هنا غادي يبدا العوده الكبرى للقيادات السياسيه ديال الجبهه. معظم القيادات المؤسسه ممكن نذكروا بالاضافه كاين محجوب السابق حتى من بعد 2007، ولكن في 1989 بدات القيادات الكبرى، عمر الحضرمي وتبعوا ابراهيم حكيم اللي كان انذاك جاو هو وزير الخارجيه ديال ما يسمى جمهوريه التندوف، وتبعوه قيادات اخرى. الاكبر قائد عسكري اللي هو كان حبيب ايوب رحمه الله عليه، توفى ماشي بزاف هذه في الجنوب، وقيادات اخرى. وبالتالي بقات قيادات الصف الثاني او الثالث داخل باستثناء ابراهيم غالي اللي كيعقل على نهار تبعنا البحر في تندوف. اذا هذه هي الظرفيه الدوليه بالانهيار ديال المعسكر الشرقي. كانت الفرصه سانحه للمغرب من اجل ان يطوي هذا الملف نهائيا. مع الاسف يعني تاريخ القضيه الوطنيه ماشي الجزائر ولا البوليزاريو اللي خلاوها تستمر بنصف قرن، هو تاريخ من الاخطاء القاتله التي ارتكبها المغرب وارتكبتها السياسه المغربيه، سواء احيانا عن وعي واحيانا عن غير وعي. لان في 1800 هذه الفتره هذه بالضبط ديال انهيار المعسكر الشرقي تماك غادي نوقعوا معاهم حنا في انهيار الجبهه والانتفاضه، والجزائر انهيار ديال الدوله وانهيار ديال داخليا واقتصاديا. حنا في هذيك اللحظه غادي نوقعوا معاهم 1988 بدايه المسلسل ديال التسويه ديال السلام، عوض ما نقول لهم عندكم حلين، اما ترجعوا في حالاتكم واما غادي نصفيوكم ديك الساعه. هذا هو الحل اللي كان عندهم يعطيو لهم. وعندنا تجارب في ديك الساعه، ديك الحقبه او ما يدور حولها. الفارك ديال كولومبيا من بعد يعني تسليم السلاح وجيو غادي نعطيو لكم يعني لامنيستي، نسامحوا لكم ما نحاكموكمش على الجرائم اللي ارتكبتوها. لان الجرائم ديال البوليزاريو من غير الحرب مع الجيش كان اختطافات. الان باش عمروا المخيمات راه كانت اختطافات من قلب المدن غير خاضعه للنزاع، من قلب طنطان، من قلب سيدي افنين، من قلب اساساك اختطفوا. انا كنعرف اسماء، لولا ان الاسماء عندها حرمات وربما غادي نخلق اشجان او ربما بعض المشاكل، اعرف اسماء اللي اختطفت من هنا قاصره وزوجت هناك ومازال عندها اطفال، ولما بغات تجي في الزيارات، لما كان تبادل الزيارات استدعوا او عندها اطفال 3 كلهم في الخارج، استدعوهم كرهائن في تندوف عاد باش تسمحوا للام تجي تشوف عائلتها في طنطا. المهم هذا مشكل اخر، احنا الان في جو استراتيجي. اذا هذا الانهيار عوض ما كنا الان نفرضوا الشروط المغربيه من اجل طيب نهائي لهذا الملف، احنا وقعنا معهم. وبالتوقيع في 91 اخطاء اخرى ديال المنطقه العازله والى اخره، ولكن سياسيا كانت الى حدود قبل ما نوقعوا الاتفاق ديال 1991 كانت الجبهه الانفصاليه حركه مسلحه. حركه مسلحه هي كتعتبر نفسها حركه تحرريه، بالنسبه لنا حركه انفصاليه، وكتقوم باعمال فيها ما هو ارهابي، وكاين بالادله مهاجمه الصيادين، مهاجمه المدنيين، اختطافات الى اخره، واعمال حتى داخل المخيمات. وهذه الجبهه بالتوقيع ديال 1991 تعطات لها واحد الشرعيه وتم اضفاء عليها واحد الشرعيه ولا عندها وجود كتجلس معنا على الطاوله. هذا الى حدود 91. ولكن الاحداث الاخرى جيوسياسيه ربما اللي كانت فيها اخطاء قاتله في هذه المرحله اللي بعدها مع المينورسو، مع يعني افشال الجبهه الانفصاليه، دقيقه فقط، لافشال الجبهه الانفصاليه لمسلسل التسويه، لمسلسل الاستفتاء. وكيتهموا المغرب على انه اذا كنتم انتم في عين كتعتقدوا الصحراء المغربيه لماذا ترفضون الاستفتاء؟ ولكن الاستفتاء ماشي المغرب اللي رفضوا الاستفتاء. ما بين اولا هذاك الاتفاق ديال 91 كانت فيه 6 شهور خصها دار الاستفتاء. لما ما وصلناش لتحديد الهيئه الناخبه نظرا للاختلافات ما بين الممثلين ديال الجبهه الانفصاليه، شيوخ تحديد الهويه والشيوخ تحديد الهويه الممثلين للمغرب، لما وقع الخلاف توقفت العمليه. من بعد مددوا 6 شهور اخرى، ومن بعد مددوا 6 شهور اخرى، يعني سنه ونصف عوض 6 شهور. كان المفروض المغرب ما وصلناش للاستفتاء يقول المينوس جمعوا قشكم وسيروا في حالاتكم، كان انتهى الكلام. ولكن المغرب ديك الساعه شنو الحسابات الصغيره؟ اعتقد هذا استقراء، لان ما كنتش معهم في الدوائر الضيقه. استقراء يعني المغرب ديك الساعه الجزائر بدات في الدخول في الحرب الاهليه ديالها. المغرب وصلنا نتفرجوا فيهم حتى ياكلوا بعضياتهم وحنا غادي ناكلوها بارده.
هذا ماشي سياسه، هذه ليست لا غروند استراتيجي كما تيقولوا الناس اللي كيتعاطاو الاستراتيجيه. سي با لا غروند استراتيجي، سي لا ميديوكريسيتي في الاستراتيجي اللي ادت بنا لما وصلنا اليه اليوم. المهم هذه المرحله 91 2007 انا، والمرحله الاخرى 2007 حتى 2025 اضع نفسي رهن شاركتكم ربما الاستمرار في العرض هذه المراحل في حتى على نطاق ضيق اذا بغيتوا بالنسبه للطلبه هنا او التجديد الطلابي او داخل الجامعه او في مكان اخر، لان الوقت لا يسمح لاستعراض كل هذه الاحداث. شكرا لك. شكرا لك.